شايف الزرعة دي؟ الزرعة دي كانت محتاجة تبقى بعيد عن الشمس بس تفضل في نور طبيعي مش ضلمة. وانا ما كنتش اعرف فحطيتها في حتة ظل قوي. واللي حصل زي ما انتوا شايفين كده الزرعة دبلت وبدأت تموت. ده اللي بيحصل للطفل مفرط الحساسية لما بتحاول تربيه بالأوامر والتحكمات. اسمع الكلام من غير نقاش، اعمل اللي بقولك عليه من غير ما تعترض، مش كل حاجة تسأل فيها. ده بيخليه طفل مهزوز شاكك في عقله وتفكيره وحاسس بالقهر، انه لا مفهوم ولا متشاف. الطفل ده غير اي طفل تاني، ربنا خلقه دماغه شغالة طول الوقت، عنده منطق بيحلل كل شيء، ومخ بيستقبل ويدور الافكار جواه ويطلع برؤية وفهم لكل حاجة حواليه. قدرات احنا بنقعد سنين نعلمها للناس في السيشنز والكورسات علشان سواقهم النفسي. لما بتقفل عليه الحوار انت كده بتمنع عنه مقومات النمو اللي هو محتاجها عشان الطفل ده بالذات يطلع ويكبر بشكل سوي. الطفل مفرط الحساسية بيتربى بالحوار، الحوار المتزن الهادي اللي عارف امتى يشد وامتى يرخي. واكتبولي في الكومنتات لو محتاجين نتكلم اكتر عن التربية بالحوار في المرات الجاية.